الفطير أكلة مصرية أصيلة، وهي الأكلة الوحيدة اللي البراندات الأجنبية معرفوش يعملوها في مصر. والنهاردة إحنا موجودين معاكم في مدينة نصر في مطعم عم سمير بتاع الفطير. المكان الأجواء فيه حلوة جدا ومريحة، ده غير الاستاف هناك كانوا متعاونين جدا ودايما مبتسمين. طلبنا من عندهم فطيرة سجق بسطرمة كيري وفطيرة فراخ رانش. الفطيرة البسطرمة السجق كيري، البسطرمة فيها كانت طعمها حلو جدا وما كانتش مالحة، مع السجق البلدي اللي بيستخدموه دي كانت مفاجأة بالنسبة لي، مع الجبنة الكيري كان عامل توازن للفطيرة تحفة جدا. والعجينة بتاعتهم فعلا ممتازة وما كانتش مزيتة وكانت مورقة وطعمها حلو جدا. ونيجي بقى للفطيرة دجاج الرانش. الفراخ كانت واخدة تشويح على الجريل، طعمها كان مميز جدا مع الخضار والزيتون والجبنة الموتزاريلا. لا فعلا كانوا عاملين بالانس في الفطيرة تحفة جدا. غير بقى صوص الرانش اللي كان على الوش واخد الفطيرة لحتة تانية خالص، فعلا كان طعمها تحفة جدا، لازم تجربوها من عند عم سمير. نيجي بقى للحلو. طلبنا من عندهم فطيرتين، فطيرة نوتيلا لوتس وفطيرة قشطة عسل. الفطيرة القشطة عسل كانت فوق التوقعات، السكر فيها كان هادي على الاخر، التوازن القشطة مع العسل كان مظبوطين، وطعم الفطيرة كان مميز جدا، لازم تجربوها. نيجي بقى للفطيرة اللوتس نوتيلا، كانت اخر مزاج. اللوتس واخد كده سنة قرفة مع الفطيرة واخدها في حتة تانية خالص مع البسكويت اللي على الوش، فعلا كانت مميزة على الاخر. ده غير بقى فطيرة النوتيلا كانت مميزة جدا مع الكاستر اللي في الفطيرة، كان عامل توازن للطعم تحفة، لازم تجربوها من عند عم سمير.